هتقول له صدفه، هقول لك تمام. هتقول له حظ، هقول لك والله عندك حق. هتقول لي رزق وجاي لحد عندك، اقول لك يا عم والله العظيم انت ما كدبت. بس النادي الاهلي يستحق انه يشارك السنه دي في كاس العالم للانديه، لان النادي الاهلي اكتر نادي اتظلم. النادي الاهلي اتظلم من اتحاد الكره بتاعه اللي ما خلاهوش يلعب نهائي دوري ابطال افريقيا بشكل رياضي وبشكل عادل، وخلانا نروح نلعب نهائي دوري ابطال افريقيا في ارض الوداد وسط حضور جماهيري كاسح لجماهير الوداد، وللاسف خسرنا المباراه معنويا قبل ما نخسرها فنيا في ارض الملعب. النادي الاهلي اكتر نادي اتظلم من اتحاد الكره بتاعه اللي ما سواش بينه وبين الانديه اللي مشاركه معاه في الدوري المحلي، وخلاه يخسر الدوري المحلي بفعل فاعل. روح الاحتواء وروح البروتوكول والفار اللي انتجها لجنه اتحاد الكره علشان توقع النادي الاهلي وتهدي لقب الدوري لناس تانية على حساب النادي الاهلي. النادي الاهلي اكتر نادي اتظلم الفتره اللي فاتت لان اتحاد الكره ما قدرش ان هو يوفر له الحمايه الكامله اللي المفروض ان النادي الاهلي بيطالب بها اعلاميا، وساب النادي الاهلي مستباح اعلاميا في مقابل ان في قنوات تانية شغاله عماله تهدم استقرار الرياضه. ووصلت المرحله ان هم بداوا يتهجموا على المدير الفني للنادي الاهلي وبداوا يتنمروا عليه، اللي بالمناسبه هو السبب في ان النادي الاهلي حقق الانجاز ده كاول نادي افريقي يوصل لكاس العالم للانديه 3 مرات ورا بعض، السنتين اللي فاتوا والسنه دي، لان طبعا مستر بيتسو موسيماني هو اللي لعب النهائي قدام الوداد. النادي الاهلي يستحق انه يتواجد في كاس العالم للانديه، لان النادي الاهلي هو النادي الافريقي الوحيد في قاره افريقيا اللي محقق انجازات مفيش نادي في افريقيا حققها ولا هيعرف نادي في افريقيا يحققها، كاول نادي افريقي يشارك في 3 نسخ لكاس العالم للانديه ورا بعض، كثالث نادي عالمي يشارك ل3 مرات متتاليه بعد ريال مدريد واوكلاند سيتي. وطبعا مش عايز اذكر لكم الانجازات المحليه والانجازات الافريقيه اللي كل القاره عارفاها، لان انت لو جيت تبص دايما في اي بطوله افريقيه هتلاقي النادي الاهلي هو التوب، هو نمبر 1 فيها. فهتقول لي صدفه، هتقول لي اي حاجه، هقول لك عندك حق، بس النادي الاهلي هو النادي الوحيد اللي يستحق، علشان النادي الاهلي هو قاره افريقيا. فانا الاهلي يا قاره فمن تكونين.